السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا الفيديو اللي فات ان احنا اتعلمنا ازاي نعمل اللينكات داخل الباراجراف بتاعنا او داخل ال H1 بتاعنا او داخل الصورة. جميل جدا، جميل. تعالى بس نفتح الموقع بتاعنا كده Open with Live Server. ده شكل الموقع بتاعنا اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. جميل، جميل. طيب إحنا عايزين نكلمكم في إيه النهارده؟ أنا عايز أكلمك إزاي إنك أنت مثلًا تجيب الباراجراف أو اللينك دهوّة تحت مثلًا الصورة، أو تجيب الصورة ديّة تحت الصورة ديّة، تمام؟ تمام، يعني عايزين نعمل إن إحنا إيه، نجيب الحاجات دي كلها تحت بعضها، يعني عناصر الinline إزاي إن أنا أجيبهم تحت بعضهم بدل ما هم يبقوا جنب بعضهم، يعني إيه؟ لو أنت لاحظت معايا الفيديو اللي فات إن أنا مثلًا لو أنا خدت اللينك ده أهو كده Ctrl C Ctrl V كده، هتلاقيه إيه، جاي جنب بعضه كده. لأ، أنا عايزه بقى ييجي تحت. إزاي بقى؟ ده اللي أنا جاي أكلمك فيه النهارده يا صاحبي. طيب إيه بقى الموضوع ده؟ الموضوع ده اسمه BR أو البريك. جميل، جميل. لو أنت ملاحظ معايا إن الBR ما لهوش closing tag. جميل جدًا، فإحنا بنعمل له إيه؟ بنعمل له الclosing tag بتاعه، يعني بنعمل له كده الclosing tag بتاعه. طيب ماشي، أنا عايز أفصل ما بين مين ومين بقى؟ يعني دلوقتي لو أنا كتبت أي حاجة هنا، تعالَ بس نمسح الBR كده، يعني لو أنا كتبت مثلًا أي حاجة، أي حاجة link مثلًا، يعني ده link أهوّة وده link صح؟ صح. أنا عايز أفصل ما بين الlink ده والlink ده. أعملها إزاي؟ يعني إحنا مثلًا عندنا هنا كده في اللي هو الصورة تمام، وفي مين، وفي الlink بتاعنا، طب أنا عايز أفصل ما بينهم، يعني أنزّلهم تحت بعض كده، أعملها إزاي؟ فبنعمل الBR دوّة، يعني بنفتح الtag بتاعتنا كده أهوّة، وبنكتب BR وبنقفل الtag بتاعتنا. هتروح هتبُص على الموقع بتاعنا هتلاقي الlink جه تحت مين؟ تحت الصورة، لو أنت ملاحظ معايا كده، هتلاقي الlink أهوّة جه تحت الصورة أهوّة. جميل، جميل جدًا. طيب ماشي. وممكن برضه تقفله، يعني أنت لو عايز تقفل اللي هو الtag بتاعنا ممكن برضه تقفله عادي، يعني ما حدش هيقول لك حاجة. جميل، جميل. طيب ماشي. برضه نفس الكلام لو أنت جيت عند الصورة، مثلًا لو أنت جيت عند الصورة هنا والlink ممكن مثلًا تعمل BR هنا. جميل، هتلاقي مثلًا الصورة جِت تحت بعضها أهيّة. جميل جدًا، جميل جدًا. طيب ماشي. وبرضه لو أنت عايز كمان ما تخلّيهمش لازقين في بعض، برضه هتيجي تاخد كمان الباراجراف ده Ctrl C Ctrl V وإيه، وهتحطهم تحت بعض. تمام، تمام أهوّة. يبقى هو عمل لك 2 break. ده بنسميه إيه، break line. يعني أنت لو جيت هنا مثلًا كده وهتحط له comment هنا اسمه break، يعني ثانية واحدة، break line، يعني تنزل إيه، تنزل سطر. جميل، جميل جدًا. طيب ماشي. طب دلوقتي افرض يعني مثلًا أنا برضه عشان خاطر أوضّح لك الفكرة بشكل عام برضه أحسن من كده، تبقى الفكرة بشكلها عام أحسن من كده برضه، إن إحنا مثلًا يعني افرض إحنا مثلًا عندنا إيه، تعالَ بس نرجّع الصور زي ما كانت مثلًا كده، نشيل ده كده ونرجّع ده كده زي ما كان، يعني نشيل برضه ده كده، تمام؟ عشان خاطر أفهّمك إحنا بنعملها في إيه بالضبط. يعني وليكن مثلًا إحنا دلوقتي عندنا باراجراف كبير، باراجراف كبير، في مثلًا بتاع مليون كلمة، هنكتبها إزاي؟ أو 100 كلمة، نكتبها إزاي؟ مثلًا كلمة لوريم، لوريم، ونعمل اللوريم ديّة مثلًا وليكن 200 أو 300 كلمة، 300 لوريم 300 يعني نكتبها 300 كلمة أو 300 يعني كلمة كده كلام مش مفهوم يعني، تمام، تمام. هتلاقي عندك 300 كلمة أهوّة. مثلًا أنا عايز مثلًا عند كلمة مش عارف إيه أنزل سطر. يعني مثلًا أنا عايز مثلًا عند الكلمة اللي هي اسمها اللي هي ديّة اللي بتبدأ بحرف الQ ديّة، أنا عايزها تنزل سطر، يعني هاوصل عندها وأنزل سطر، هاجي هنا كده عند كلمة الQ، يعني مثلًا لو أنا جيت هنا كده أهوّة، هنا أهيّة، أنا عايز من يعني الكلمة دي تنزل سطر، هاعمل إيه، هاجي قبلها كده وأعمل إيه، وأعمل BR وأضغط Enter. هاروح أبُص على الموقع بتاعنا هتلاقي إيه، هتلاقي إن كلمة Q اللي هو الكلمة ديّة جِت من أول السطر اللي بعده. جميل، جميل. طيب ماشي، أنا عايز برضه مثلًا وليكن أنا عندي كلمة مثلًا اسمها إيه، عندي الكلمة اللي هنا كده تمام، اللي هي الVlite ديّة ننزل سطر، هتكتب كده برضه BR وبرضه هينزّلك إيه، هينزّلك برضه سطر، يعني هو جه عند الكلمة أهوّة ونزّلك إيه، ونزّلك سطر. جميل، جميل جدًا. طيب ماشي، ده كده أهمية الBR. جميل جدًا، جميل جدًا. طيب إحنا عايزين نعمل إيه بقى يا شباب؟ عايز مثلًا إن أنا أفصل ما بين يعني مثلًا أنا عندي كمان باراجراف، يعني وليكن عايز أحط باراجراف مثلًا هنا كمان، باراجراف مثلًا كمان هنا كده، وأكتب مثلًا كلمة لورين مثلًا، جاب لي كمان باراجراف تحت أهوّة. أنا عايز أفصل ما بين الكلام دوّة والكلام ده بس بخط، يعني خط ييجي بعرض الشاشة كده. جميل، جميل. فهاعملها إزاي دي بقى؟
يعني ففي حاجة اسمها إيه، في حاجة اسمها الHR اللي هو الhorizontal line. يعني باجي هنا كده برضه باعمل التاج بتاعنا وباعمل إيه الHR وبقفل التاج بتاعتنا. لو أنت ملاحظ برضه اللي هي إيه self closing tag، يعني ملهاش إيه closing tag. طيب ماشي، يعني هتلاقي هنا كده برضه لو أنت ملاحظ معايا هتلاقي الخط إيه ظهر لك تحت أهوت. جميل جميل، يبقى ده بتفصل ما بينهم عن طريق مين؟ الHR. ده اسمه إيه؟ ده اسمه horizontal line أهوت. horizontal line يعني إيه؟ يعني خط أفقي. تمام؟ تمام. يا رب يا شباب يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم. أشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.